للمجموعة 1A اللي كنا بنسموها عناصر الأقلام، والمجموعة 2A اللي كنا بنسموها عناصر الأقلام الأرضية. عرفنا في مرات أو عرفنا في وقتها إن عناصر الأقلام من خواصها إنها عناصر فلزية مستوى الطاقة الأخير له يحتوي على 1 إلكترون يسهل فقده أثناء التفاعل الكيميائي ويتحول إلى أيون موجب. العناصر دي نشيطة جدا من الناحية الكيميائية، لذلك في الطبيعة لا توجد في صورة مفردة، ما بلاقيش في صورة صوديوم ولا بوتاسيوم، توجد في صورة مركبات. البوتاسيوم نظرا للنشاط الشديد أو الصوديوم نظرا للنشاط الشديد يتفاعل مع أي عنصر آخر ويكون مركب، لا توجد في صورة مفردة في الطبيعة بل توجد في صورة مركبات. سموها أقلام لأنها بتتفاعل مع الماء مكونة قلويات. يعني أول ما أحط واحد من المجموعة دي في مية تعرف إن المحلول الناتج بعد ما يدوب فيه اسمه محلول قلوي، عشان كده بقول بسميها أقلام تتفاعل مع الماء مكونة قلويات. بالإضافة إنها لا تحفظ في الماء، ما ينفعش أجربها من أي مكان في المية. اشمعنى؟ قال لأن بينتج عنها غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة. بيشتعل بفرقعة؟ ده عناصر ال1A ولا عناصر ال2A؟ قال لي الاثنين. لو حطيت عناصر ال2A اللي هي حتة منهم معايا اهي في المية هتتفاعل وينتج عنها غاز الهيدروجين. حطيت عناصر الأقلام اللي هي 1A في المية هيتفاعل وينتج عنها غاز الهيدروجين. لكن عندي اختلاف إن العناصر الأقلام بينتج عنها غاز الهيدروجين ويجي ارجع لوحده ذاتي. اما ديت اللي هي عناصر الاقلام الارضيه نظرا لانها اقل نشاطا من عناصر الاقلام ينتج عنها غاز الهيدروجين لكن لا يشتعل منفردا او لا يشتعل بذاته. ليه يا استاذ؟ قال لي ده ايه؟ نشيطه جدا زي واحد بيجري فبيتولد منه حراره. ماشي؟ الحراره بتيجي مع غاز الهيدروجين تفرجعه كانك انت جبت ولعه وجربتها بس ولعه ذاتيه. اما ده هينتج برضه عنه غاز الهيدروجين بس مش لاقي الحراره اللي تخليه ينفجر. لذلك عشان تخليه يفرجع لازم انت تجرب منه حراره، تجيب له ولاعه كده ولا شاصيه مشتعله وتجربها منه، الغاز يشتعل بفرقعه. اصلا غاز الهيدروجين من خصائصه انه بيشتعل بفرقعه، انت تجيب شاصيه مشتعله منه. ماشي يا استاذ؟ قدامي عنصرين بقى اهو، واحد منهم من عناصر الاقلام والثاني منهم من عناصر الاقلام الارضيه. هنعمل تجربه، هنحط الاثنين في الميه. بعد ما اخلص التجربه حضراتكم هتقولوا لي مين فيهم من عناصر الاقلام ومين فيهم من عناصر الاقلام الارضيه، وهتفرجوا لي ما بين عناصر الاقلام وعناصر الاقلام الارضيه. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. لما اجي اتعامل مع المواد الكيميائيه يجب التعامل معاها بحذر. بحذر ازاي؟ يعني انا حضرتك انا ماسكها بايدي، مسكانكم لها بايديكم غلط. ليه غلط؟ لان دي تعتبر بالنسبه لي مواد سامه. لما اجي اتعامل دلوقتي انا هنسى. طلعت بره مسكت اكل كلت، يبقى انا كده ايديا ملوثه بماده سامه، كلت يبقى توكلت على الله. بلاش اكل، جربت عينك حاجه تربط عينك في صوابعك جت في عينك. طيب ده ماده سامه دخلت عينك فتوكلت على الله. يبقى اذا التعامل مع المواد الكيميائيه يجب معاها بحذر. انا اتعاملت معاها ومسكتها بايدي، قبل ما اعمل اي حاجه لازم بمطهر، لازم بميه وصابون عشان تشيل اللي انت حطيته على ايديك تاني. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. هناخده حجم حته صغيره كده. ركز في حاجه، الابله يا بلد دلوقتي الماده الكيميائيه اللي انا شغال عليها مش عارف ايه السائل ده كيروسين جاز. ماشي؟ انا لسه من دقيقه بقول لك ان لا يمكن حفظ عناصر الاقلاء في الماء، والناس هبله تفكر ان دي ميه. طب ما تحفظ فين؟ في الكيروسين. اشمعنى الكيروسين؟ عشان تمنع تفاعلها مع الهواء الرطب. طب هي مفيش اي ماده ثانيه تنفع غير الكيروسين؟ قال لا مفيش مواد ثانيه. اشمعنى؟ قال لان كثافه فلزات الاقلام اكبر من كثافه الكيروسين فهتغوص فيه، فكده مش هتتفاعل مع الهواء. بص كده هتلاقي الماده الكيميائيه قاعده في قاع الاناء، في قاع الجزيره من تحت غطسانه تغوص. ليه؟ لان كثافتها اكبر من كثافه الكيروسين، ما عدا عنصر واحد بس في عناصر الاقلام لا يمكن حفظه بالكيروسين اللي هو مين؟ طيب زيت البرافين. اشمعنى زيت البرافين؟
طيب يبقى زيت البرافيل لان كثافه الليثيوم اقل من كثافه الكيروسين، بس اكبر من كثافه البرافيل. ماشي؟ طب لو انا حطيته في كيروسين هيطفو على السطح فيتفاعل مع بخار الماء الموجود في الهواء الجوي، فما ينفعش، بقى كده ما حلتش المشكله. طب انا عاوز اشوف له ماده ثانيه احطه في زيت البرافيل مشتق من مشتقات البترول برضه. طيب حطيته في زيت البرافيل هيغوص ولا هيطفو؟ هيغوص، فكده انت منعت وصول الهواء الراسي. ماشي الكلام.